الاهلي بطلا لبطولة افريقيا لكأس الكؤوس. الاهلي مسيطر على افريقيا، مسيطر على محليا، مسيطر على كل حاجة في كرة اليد، في كرة الطايرة، كرة السلة. يمكن بعد شوية بسبب قوة فريق الاتحاد السكندري، ولكن انا بتكلم على منافسة اهلي وزمالك. المنافسة رايحة في حتة واحدة بس، هي الاهلي. طب هتقول لي ليه يا معلم انا مش شايفك؟ ايوه انت مش شايفني، انت كاهلي مش شايفني حرفيا، بس حقك ان انت ما تشوفنيش. ليه بقى؟ لان انت عندك اداره قدرت ان هي فعلا تستحمل ضغوط الجمهور وضغوط الخسائر اللي كانت بتتعرض لها لسنوات امام تيم الزمالك في فتره من الفترات لو نفتكر. وقدروا ان هم يطوروا بشكل كبير جدا، ان هم يجيبوا مدير فني قوي، يبداوا ان هم يرجعوا اللعيبه المحترفين السابقين اللي كانوا موجودين في الاهلي، يبداوا ان هم يدعموا. مع الناحيه التانيه لعيبه كانت بتمشي، اداره فاشله، اداره مستخبيه ورا النجاحات اللي كانت بتحصل، وقالوا ان احنا هنمشي دول وهنعمل نجاحات تانيه. كانوا بيبيعوا الهوا حرفيا، واحنا كجمهور الزمالك بنحب قوي نشتري الهوا. فهنا دلوقتي الناس بعد ما اشتغلت، الناس بعد ما بنت، شافوا بعينيهم اللي بنوه. بقوا ابطال افريقيا باكتساح، بقى بيروحوا كاس العالم للانديه حرفيا بيشرفوا افريقيا مش مصر بس. وحاليا دلوقتي كاس العالم اللي جاي انت كزمالك انت بتشارك في البطوله بسبب حسن مصطفى او كابتن حسن مصطفى، مع كامل الاحترام والتقدير، ان الراجل خلاك انت مستضيف البطوله رغم ان انت معلش شاركت في البطوله كده. والاهلي شارك بانه بطل لافريقيا، فلسه من يومين الاهلي بطلا للسوبر الافريقي بعد ما لدعنا برضه، وبعد ما ندعم الانتاج للترجي. فدلوقتي بيكون بطل لافريقيا لكأس الكؤوس. فوز مستحق، فوز عادل جدا جدا، نتيجة للإدارة اللي شغالة وللجمهور اللي بيدعم بشكل كويس جدا، مع لعيبة محترفة بشكل كبير. انت بتتكلم ان الإدارة قدرت ان هي ترجع لك علي زين في وقت زي ده عشان البطولات ديت، تجيب لك محترف. شوف فرق المحترف اللي هنا واللي هنا، هتلاقي لا في فرق في الكواليتي. فبيقدروا ان هم يستغلوا الموارد الماليه اللي في النادي الاهلي كاداره، ان هم يقدروا يجيبوا لعيبه ياخدوا بطولات. فترجع تقول هو الاهلي بيجيب فلوس منين علشان يقدر يجيب اللعيبه ويصرف الفلوس دي كلها؟ فبيقدر يجيب الفلوس دي من البطولات. فاي لعبه بيلعبها بياخد بطولات، فبيجيب فلوس وبيجيب رعايه. فما نتكلمش كلام على الفاضي ونقعد نقول هي الفلوس دي بتيجي منين، واصل الدوله بتساعد، واصل مش عارف ايه، وده كلام في الفاضي ومش موجود على ارض الواقع. لان انت دايما البطولات بتجيب لك رعايه، والرعايه بتجيب لك فلوس غير البطولات. ففي النهايه الاهلي بطل لافريقيا لكأس الكؤوس، فوز مستحق، اداره تستحق الفوز، وجمهور يستحق الفوز والفرحه. مش عارف اقول ايه تاني والله اكتر من كده. كفايه بقى لحد كده. سلام.